اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم معانا في قناة أسهل وأطيب. هنعمل مع بعض النهاردة تحلية بسيطة جدا وسهلة جدا واقتصادية جدا كمان، من غير فرن، من غير بيض، من غير حتى دقيق. هتقدري تعمليها بمنتهى السهولة والبساطة وانت واقفة كده في 10 دقايق. في البداية معايا هنا باكوين من البسكوت، دول وزنهم الاتنين 350 جرام. تقدري تستعملي باكو واحد لو انت حابة. هحط بقى البسكوت في الكبة كده وهطحنه بقى يبقى عامل زي الدقيق معايا. اتمنى بقى لو انتوا اول مرة بيشوفوا القناة ياريت يشترك معايا ونفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله، وندي لايك بقى للفيديو. هنطحن بقى في البسكوت لحد لما هينعم معانا ويبقى عامل زي الدقيق كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. معايا بقى هحط عليهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وهنزل عليهم بمعلقتين كبار برضو من السكر البودرة، وهقلب المكونات دي كلها مع بعضها. اظن مفيش اسهل ولا ابسط من كده. معايا هنا بقى 6 معالق كبار من الزبدة السايحة. انا سيحت الزبدة الاول وبعدين اخدت منها بعد ما ساحت 6 معالق كبار. هقلب بقى الزبدة مع البسكوت كده بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا الزبدة لوحدها مش كفاية يا جماعة عشان خاطر العجينة تتلم معايا او الخليط يلم. هجيب مج من الحليب او اللبن، هنزل بحوالي جزء منه كده الاول. ما تحاوليش تنزلي بالسوائل مرة واحدة. طبعا المج ده مقداره 200 ملي، يبقى انا استعملت 200 ملي من الحليب على باكوين بسكوت 350 جرام، معلقتين كبار من الكاكاو، معلقتين كبار من سكر البودرة. هنزل باللبن كله كده مرة واحدة. هي اخدت مني 200 ملي بالظبط، او مج عندك المج العادي اللي احنا بنشرب فيه الشاي. طبعا في المرحلة دي المعلقة طبعا مش هتنفع. هنزل بقى بايدي كده اعجن الخليط بتاعي لحد لما هيكون معايا كده زي العجينة، بحيث ان انا لو اخدت حتة وعملتها بين ايديا كده مش هتتفتفت مني، هتبقى متماسكة وهتتفرد معايا بكل سهولة. كده الخليط معانا كويس جدا. هجيب بقى ورقة زبدة واعمل الخليط على شكل اسطوانة كده، واحاول اظبطه، وهتني ورقة الزبدة عليه كده وامشي عليه كده على الرخامة عشان خاطر يتفرد ويبقى متساوي وينعم معايا. يعني هعمله كده على الرخامة، ادوره كده على الرخامة عشان ينعم ويبقى متساوي من كل الجوانب. زي ما احنا شايفين بيبدأ ينعم معايا ويبقى شكله كويس كده. انا فردته كويس جدا. هظبطه بقى كده وهلفه بالورق الزبدة كويس، واحاول اشد ورق الزبدة كده واضغطه عشان خاطر برضو الشكل يتظبط معايا. هلف ورقة الزبدة عليه بقى وهضغطها كويس من الجنبين، وهضغط قوي عشان برضو تديني شكل افضل. وفي المرحلة دي انا هحط الحلوى بتاعتي في الفريزر حوالي ساعتين. هتمسك شوية وبعدين نخرجها. بعد ما عدى ساعتين بقى عليها في الفريزر، هفكها كده من ورق الزبدة زي ما احنا شايفين يا جماعة بقت متماسكة ازاي وماسكة نفسها واتظبطت معايا كده. اقدر اقطعها بقى بمنتهى السهولة. هجيب سكينة معايا واقطعها كده على شكل دواير. طبعا تقدري تقللي الحجم لو انت حابة. هقطعها بقى كده بمنتهى السهولة، هتتقطع معاكي على طول زي ما احنا شايفين، جميلة جدا. ومعايا هنا شوكولاتة انا هسيحها على حمام مائي، وهحط عليها معلقة صغيرة من الزيت، معلقة صغيرة بس. طبعا انا سيحت شوكولاتة حوالي 4 قوالب كده من الشوكولاتة، مش كتير. هعمل بقى ايه، هاخد الشوكولاتة وهحطها على نص الحلوى بتاعتي، النص بالظبط.
يعني مش هحطها كلها، هحط على نصها بس. بمنتهى السهولة خالص اهو معانا. طبعا هي هتمسك على طول لان البسكوت والحلوى بتاعتي خارجة من الفريزر، فالشوكولاتة هتمسك على طول. فهرش عليها شوكولاتة فرماسيل كده من على الوش عشان خاطر تمسك عليها قبل ما تجمد. زي ما احنا شايفين جميلة جدا وتحفة. هحط برضو تاني على النص، وهنعمل كل الكمية بنفس الطريقة. شوكولاتة فرماسيل بتبقى تحفة جدا. وده الشكل النهائي معانا يا جماعة، بصوا شكلها جميل جدا وتحفة. يعني ممكن ضيوفك ما يصدقوش ان انت اللي عاملاها، يفكروك ان انت شاريها جاهزة. بجد كان شكلها وطعمها رهيب رهيب. اتمنى تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات طبعا ايه رأيكم، وعملتوها وعملت معاكم ايه وايه طعمها. احنا بنعمل كل الوصفات بمنتهى السهولة والبساطة، وبمقادير برضو متوفرة في البيت. اتمنى الفيديو يعجبكم، وندي لايك بقى للفيديو وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.